عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن الجميل ده او الرز بحليب زي ما بتسموه يعني، وان شاء الله يعجبكم. انا عملت نص الكمية بتاعتي، حطيتها في الفرن كده، خدت وش مكرمل زي ما انتم شايفين كده، والنص التاني سبته زي ما هو عشان في عندي بيحبوا كده وفي بيحبوا كده. وتعالوا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي كده مع بعض. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي مش مشترك عندي شرفني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم. اول حاجة هنا معايا حلة على النار، حطيت فيها كوبايتين من المية عشان يغلوا، وكان معايا كوباية من الرز، كوباية صغيرة نقعاها في مية سخنة، نقعتها حوالي ربع ساعة او اكتر عادي يعني، عشان تستوي بسرعة معايا. انا بحب الرز بتاع الرز بلبن يبقى مستوي جدا، يبقى مهري يعني معجن. حطيت كده بين صوابعي وبعضها ذرة ملح صغيرة. بعد ما المية غلت طبعا حطيت الرز، وكل ما الاقيه المية بتاعته نشفت بزوده شوية طالما لسه ما استواش، فبزوده شوية بشوية. في ناس بتسويه في اللبن بصراحة، بس انا ما كانش عندي كمية لبن تكفي يعني، فسويته كده في شوية مية صغيرين لحد ما استوى واتهرى على الاخر اهو زي ما انتم شايفين. وكان معايا حوالي كيلو وربع من الحليب، وغلياهم وسايباهم على جنب. الاحسن الافضل يعني ان انتي تغليه قبل ما تعملي بيه الرز بلبن، وممكن عادي ينفع من غير غليان، كده كده هيستوي كله مع بعضه. وبقلب كده الرز مع اللبن، وبعدين حطيت كوباية صغيرة من السكر، طبعا السكر حسب الرغبة، حسب ما انتوا بتحبوه مسكر قوي او لا. وكان معايا 3 باكت من الفانيليا ضفتهم مع الرز بلبن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكان معايا معلقتين كريم شانتيه ومعلقة لبن بودر. الكريم شانتيه طبعا بيدي تيست حلو قوي للرز بلبن والمهلبية، واللبن البودر كمان. وبس لو مش متوفر لبن بودر عادي مفيش مشكلة. وبقلب كويس جدا كل الكلام ده مع بعض لحد ما يغلوا كويس جدا مع بعض. وبعد كده كان معايا شوية حليب ضفت لهم معلقتين نشا. ما بحطش نشا كتير لان كده كده الرز بيبقى يعني بيخلي الخليط بتاعي متماسك، لان الرز طبعا فيه نشا. وبعدين لما الاقي بقى يبقبق كده يستوي خالص معايا بطفي النار عليه. وكان معايا البولات الصغننه الجميله الكيوتة دي، انا كنت جايباها جديدة بصراحة، وكنت عايزة اسيبها لرمضان اعمل فيها زبادي. كان شكلها عاجبني قوي، شكلها صغنن كده وحلو. انا بحب اعمل الزبادي في البيت في رمضان، فقلت اعمل يعني اجيبهم للزبادي. وبعدين لما عملت بقى الرز بلبن المرة دي طلعتهم وقلت بقى احط فيهم النهاردة وخلاص اشيلهم تاني. حطيتهم بقى بعد ما خلص، طبعا غسلتهم ونشفتهم كويس جدا وحطيتهم في العلب بتاعتهم. وقلت بقى ايه، خلاص مش هعمل فيهم حاجة غير في رمضان ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم بخير. هما صغننين كده وكيوت قوي، بس الكاميرا هي اللي مبيناهم كبار شوية. انا متعودة احط الرز بلبن او المهلبية في اطباق كبيرة عندي، بس هما قلت بقى المرة دي خليهم كده، هعملهم في دي المرة دي. عجبني قوي شكلهم قوي يعني بصراحة. وكمان عندي البولات اللي هي بايد دي بتدخل الفرن، فهدخلها عشان تاخد وش معانا، عشان يبقى كده شبه اللي بيجي من بره. شايفين؟ بوريكم شكل البولة، شكلها حلو قوي. وبفضي كل الكمية بتاعتي كده في الاطباق. ما ينفعش اسيبه في الحلة، لازم افضيه على طول وهو سخن عشان ما يعملش طبقة كده ويكلكع معايا من على الوش.
وفضيت بقى كل كمية الرز بلبن بتاعتي كلها في البولات بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين الست اطباق بتوعي اللي هدخلهم الفرن هحط عليهم شوية سكر كده من على الوش، سكر حبيبات عادي، عشان لما يدخل الفرن يتكرمل كده معايا ويديني لون حلو. ممكن برضو في الوقت ده لو عندك قشطة هتبقى حلوة قوي، تحط كده نص معلقة على كل طاجن، او كريم شانتيه برضو هيبقى حلو قوي، كريم شانتيه مضروب. بس انا يعني حطيت كده السكر وهيدي لون حلو قوي يا جماعة والله، وطعم تحفة. يعني الشوية اللي حطيتهم في الفرن دول طعمهم كان حلو قوي عن التانيين. اهو كان معايا صاج مرضتش احطهم كده على الشبكة، بخاف بصراحة من الحاجات اللي هي الازاز دي، فحطيتهم في الصاج كده اضمن، وهم كده كده مستويين وكل حاجة هياخدوا وش، بس كنت مولعة الشواية بس. وهو شايفين طالعين وريحته في الوقت ده جميلة قوي يا جماعة، وكان طعمه حلو قوي. وبعدين بزين بقى بأي حاجة عندي تكسر اللون كده، حطيت شوية جوز هند على الوش، واي مكسرات بقى عندك تحطيها عادي، عايزة زبيب، عايزة سوداني، عايزة اي حاجة عادي قوي يعني. بصراحة اللي كان في الفرن ده اللي واخد وش ده ما كانش عايز يتزين اصلا، هو بيبقى طعمه كده حلو وشكله حلو، بس انا حبيت احط له يعني اعمل له كده تيست زيادة. وهنا بقى زينت، كان معايا هنا ده يا جماعة كاجو مش سوداني، بس الكاجو ده بصراحة يعني بيتباع كده في بنوتة بتبيع حاجات اونلاين كده، بتبيع اللي هو الكسر، مكسرات كسر كده، بتبقى حلوة قوي يا جماعة والله، وتحميصها جميل جدا، وكمان مش متكسرة قوي يعني زي ما انتم شايفين، بتبقى فيها كتير مكسرات صحيحة كده زي ما انتم شايفين، بس طبعا بتبقى ارخص من التانية، فبتبقى حلوة قوي، بيبقى فيه كاجو، بيبقى فيه عين الجمل، وبيبقى فيه مكسرات كتير اللي هي الكسر دي، بس اهي زي ما انتم شايفين حلوة قوي. وزينت كل الاطباق بتاعتي، وكان شكلها حلوة قوي يا جماعة والله، وطعم تحفة. جربوا الرز بلبن بالطريقة دي بإذن الله يعجبكم. طبعا احنا بقى في الجوع بتاع بالليل بتاع الشتا ده بيبقى عايز حاجات من دي كتير، وانا يا دوبك سبته بس كده على الرخام وما حطيتوش في التلاجة، واكلنا منه كده وهو دافي، كان حلو وطعم جدا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا وما حطش اللايك، ما تنسونيش في اللايك يا جماعة، والاشتراك والشير مع اصحابكم عشان قناتي تكبر بيكم والفايدة تعم مع الجميع بإذن الله. شايفين الجمال ما شاء الله. تحفة جدا يا جماعة. وادوق بقى طبق معاكم كده، لازم ادوق طبعا، في كل مرة كده لازم ادوق، وكان لسه سخن طبعا وحلو قوي. والوش اللي من فوق ده مديله طعم حلو قوي، جربوها يعجبكم بإذن الله، وبألف هنا وشفا على قلوبكم بإذن الله. بحبكم في الله، مع السلامة.